تفاصيل صادمة لسحب جنسية رجل الأعمال والملياردير الكويتي محمود حيدر، وهل فعلا تم سحب جنسيته والسبب الحقيقي لسحب الجنسية ومطالبات نيابية سابقة حول محمود حيدر على مدى سنوات. عدة أسئلة برلمانية تشكك في قانوني حصوله على الجنسية الكويتية. أهلا وسهلا بحضراتكم، هنكمل باقي التفاصيل. على الرغم من الحملة الواسعة التي تقضاها وزارة الداخلية الكويتية لتدقيق الملفات الجنسية وسحبها من المزورين والمخالفين، إلا أن الأنباء المتداولة مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي حول سحب الجنسية أو الحجز على أمواله تظل مجرد شائعات غير مؤكدة رسميا حتى اليوم. أما عن المطالبات النيابية السابقة فقد واجه رجل الأعمال محمود حيدر على مدى سنوات عدة أسئلة برلمانية من نواب سابقين مثل صالح التريجي ومحمود هايف في تشكيك القانونية حصوله على الجنسية الكويتية والمادة الممنوحة له مادة أولى بالتأسيس، وتطالب بفتح ملف. وتداولت أوساط كويتية معلومات تفيد بتعديل وضع القانوني للجنسية من مادة أولى تأسيس إلى المادة الخامسة تجنيس، دون أن يؤدي ذلك إلى سحبها. وتنشر الحكومة الكويتية قرارات سحب الجناسي بشكل دوري في الجريدة الرسمية. وضمت القوائم السابقة بعض الأقارب الذين يتشابهون في الأسماء، الذي شمل سحب الجنسية من ياسين محمود حيدر علي حاجي حسين، وهو ما قد يسبب خطأ لدى العامة، لكن اسم رجل الأعمال نفسه لم يدرك في أي مرسوم رسمي بالسحب حتى هذا التاريخ. لحد كده بيكون انتهى الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامة.